السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف من قناة كورة جول. الفيديو النهاردة يا جماعة بيتكلم عن أداء النادي الأهلي. أنت عارف يعني إيه تبقى التاني ماتش على التوالي قدام أقل فريق في الدوري نبقى قاعدين وحاطين إيدينا على قلبنا، اللي هو يعني متعادلين مع غزل المحلة وبنتعادل مع إنبي وخسرانين من بيراميدز، ويعني طب إيه يعني إيه الدفاع ده؟ يجي واحد يطلع يقول لك إحنا ما عندناش خط هجوم. لا، الهجوم ملهوش يعني أي ذنب. إحنا عندنا خط الهجوم تمام والراجل بيسجل وكتر ألف خير. احنا عندنا الدربكة كلها في الدفاع. هتيجي تقول لي المشكلة مش في الدفاع بس، تقول لي المدرب. لو كل ماتش هنتعادل فيه او هنخسر هتفضل تقول لي المدرب يبقى مش هنكسب ولا هنعمل اي حاجة. فكده يا جماعة ما عندناش مشكلة مع المدرب، احنا مشكلتنا كلها مع الجماعة بتوع الدفاع. الراجل بتاع يعني عامل شغل كويس جدا كابتن عماد النحاس، فاصبح اللي عندنا احنا آه متفهمش بقى لعبكة في الدفاع، حاجة غريبة عامة حاصلة في الفريق بسبب الدفاع. فهنيجي برضو نتكلم على الفرص النهارده اللي ضاعت كتير. عندك محمد شريف ضيع فرص كتير جدا، عندك تريزيجيه اي نعم اللي هو سجل وعمل كل حاجه ولكن برضو كان بيضيع فرص كتير جدا. فيا جماعه عايزين يعني برضو اللي احنا نحاول نطور من نفسينا يعني. فكرة اللي انت تطلع تقول اللي انت كسبت 3-2 قدام حرس الحدود دي برضو يعني مش حلوة. 3-2 قدام نادي حرس الحدود، اي نعم نادي حرس الحدود نادي كبير ولكن برضو ما تدهوش يعني مش عارف الصراحة أقول إيه. ولكن يعني خلينا نشوف الماتش القادم للنادي الأهلي، وما تنساش بقى تشترك لي في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.